رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم. خلينا بقى نسال السؤال المهم في اللي جاي بقى، ديتيلز في التفاصيل. انت هتلاعب السنغال، فيا اهلا بالسنغال باشا. احنا ما بنخافش من حد، احنا اللي هنلمحه هنرجحه من الاخر. يعني لو حد متخيل ان احنا بنخاف، احنا ما بنخافش. اهم حاجه ان احنا نعمل اللي علينا. وانا دايما بشوف انه ما فيش ضمانه، الكوره ما فيهاش ضمانه، المكسب يعني بمعنى صح ما فيهوش ضمانه. طب ايه اللي مضمون في الكوره؟ ان انا اعمل اللي عليا. عملت اللي عليا، اقنعت وما كنتش متوفق، شكرا. كل الجماهير هتحييك وكل الناس هتشكرك وتقول لك متشكرين جدا جدا 100 100. ما عملتش اللي عليا، هي دي دايما بتبقى المعضله. وانا لا وانا ما عنديش شك ولو 1% انه بعد ما وصلنا للحته دي وللمنطقه دي ان احنا مش هنعمل اللي علينا، هنعمل اللي علينا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هناخد بطارنا من منتخب السنغال. بقى نجيب القديم بقى والجديد بقى، بالليزر بقى، بكواليسه، بيضرب الليزر في عين صلاح بوسكو. هنفتكر بقى كل الكلام ده كله، وان شاء الله باذن الله هنطبق عملي في الماتش اللي جاي. هنعمل ايه؟ بص، قبل ما نخش في السنغال بس انا عاوز في حته صغيره اتكلم فيها. يلا اتفضل. حسام تتحسب له ان هو رجع امام عاشور في فتره صغيره جدا، صح. والفتوح، ودي اراها كويس قوي من بدري. حتى بعض الناس قالت لك هو هياخد امام يعمل بيه ايه؟ ده امام بعيد خالص. واول ماتش لما تفتكر احنا بنحلله هنا قلنا كان المفروض يلاعب امام عشان يديله اكتر. صح. وهو الراجل ليه نظره تاني وعارف هو بيعمل ايه. ايوه. انما اللي ساعد حسام على ان يعمل الكلام ده كله ويخلي الفرقه واقفه على حيلها، ان يمكن سيد ويمكن طارق والكابتن اسماعيل والكابتن طارق يعرفوا قد ايه لما بيبقى يكون الفتره الزمنيه بتاعت معسكر مغلق ده بتدي فرصه للمدير الفني انه يقدر يشتغل كويس قوي. وحسام في المعسكر ده استغلوا في ايه؟ ان لم اللعيبه حواليه واستقطب كل اللاعبين. بقت اللعيبه انت شايف حلقه ود بينهم وبين اللعيبه، وده بيحضن ده وبينزل معاهم حتى التمرين في الصور اللي بتيجي. ايوه. نتائج ايجابيه مساعده بالظبط كده، بيلعب معاهم الكلام ده كله. نتائج ايجابيه مساعده. الاوضه حلوه، اوضه اللبس طالما كسبان احنا فرحانين. لا، في هدوء، في هدوء، ان اللعيبه مركزه كويس، وهو كمان مركز كويس مع الفرقه ومانع اي حد. احنا شفنا في كاس العالم اللي كان في موسكو لما راحوا مش عارف مين ومين وعملوا دوشه في المعسكر هناك، باظت. ما انا بقول لك، ما عشان كده عشان كده صلاح بالحجم الكبير باسم صلاح والبطولات اللي عملها دي قال لك من احسن المعسكرات اللي انا قضيتها في حياتي صح كان المعسكر اللي فات ده. فدي تحسب لحسام ان فعلا عمل حاجه استقطب اللعيبه كلها وقرب اللعيبه منه قوي وهو قرب منهم قوي، وبقى في حاله حب وود بينهم كلهم، واللعيبه بقت عاوزه تعمل حاجه. انا اول مره اشوف صلاح بينزل يدافع فين وبيتزحلق وعاوز يعمل اي حاجه ما بيعملهاش في ليفربول. صح. لان في ناس بتلعب مكانه في ليفربول في الحته الثانيه دي بتسد الكلام ده، انما مع الفرقه امبارح لا. وبعد كده اما شوف لو في لقطه عندنا اللي خلتني بقيت يعني عارف ان الفرقه دي هتوصل ان شاء الرحمن، ان صلاح بعد ما الحكم صفر جات له زي رعشه كده بايده كده في الملعب. فرحان طبعا، واحد فرحان. فاحنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بسبب صلاح. انما تيجي الماتش بتاع السنغال فرقه اتقل من الفرقه بتاعه من كوت ديفوار واتقل من نيجيريا. فالسنغال يعني انا مش معاك في الاولانيه، بس في الثانيه لا. يعني هما الاثنين بياكلوا عيال صغيره. لا انا بقول لك كده يا ابراهيم، اقسم بالله احنا مصر، احنا فرقه كبيره. ايوه يعني ماشي. افريقيا فرقه كبيره، بس انا احس ان نيجيريا اعلى شويه من السنغال. معلش، ما انت بتعرف تلعب الناس دي كويس، بتعرف تسيطر وتعرف مفاتيحهم. مش مختلفين ان احنا بنعرف نلعبهم، عارف مفاتيحهم كويس. انما هم نجاح حسام حسن في الماتش اللي فات ده بتاع كوت ديفوار ان قفل المساحات، مفيش مساحات اللعيبه الثانيه بتجري فيها، انما عندهم انت ما جريتهمش لا في القوه البدنيه ولا في السرعه ولا في اي حاجه. فعشان كده انت قفلت كويس وعملت المسافات ضيقه. عشان كده اللعيبه الثانيه مفيش عندها، مفيش كوره بتتلعب ابراهيم وتكمل، تقطع الكوره وبتاخد والكلام ده. انما السنغال انا بقول لك ان شاء الرحمن السنغال هم فرقه اسرع، يعني اشرس شويه. هم اشرس من كوت ديفوار على الجول. ايوه لا 100% صح. فانا بقول لك احنا ان شاء الرحمن حسام ربنا يوفقه. وانا زي ما بقول لك الناس اللي هي بتقعد تحلل ان كل حاجه بتوصل لهم هنا. ايوه. الناس اللي بتقعد تحلل الماتشات والناس اللي بتتكلم والناس اللي بتقول لك كان لازم يعمل كذا وكذا، هو اضرب لعيبته وهو شايف. انما لو حسام فكر صح زي ما فكر المباراه اللي فاتت دي، هو من مباراه لمباراه الحمد لله بيزيد. صح. فعشان كده انا بقول ان شاء الرحمن ان المباراه بتاعت السنغال دي، انت قلت كلمه اللي هي طار.
هي كرة ما فيهاش طار، كرة فيها عزيمة من عندك، وعاوز تعوض اللي انت خسرته. انت قلت هم عملوا كل حاجة عشان يكسبوا مصر في نهائي افريقية والمباراه الفيصليه اللي ما بيننا بتاع كأس عالم. وكاس عالم، وصلوا ايه الماتشين؟ ضربات جزاء. ضربات ترجيح. فاحنا ان شاء الرحمن المباراه اللي جايه دي يعني ربنا يكرم حسام ويفكر صح، واللعيبه انا شايف ان اللعيبه هي اللي عايزه، واللعيبه عندها صحيح. قوه واراده وعزيمه، فربنا يكمل كده تعبهم على خير ان شاء الله. كابتن اسماعيل نعمل ايه؟ ان شاء الله باذن الله هنكسب ان شاء الله، لكن المباراه صعبه جدا. صعبه خصوصا بعد المباراه اللي فاتت، لان منتخب السنغال هيعمل حساب مصر وطريقه لعب مصر، وان شاء الله باذن الله يبقى في التوفيق عندنا، لان فرق معانا قوي الجون بعد 4 دقائق. يعني فرق معانا في طريقه لعب، ادى حماسه اكتر، ادى التزام داخل الملعب. انا عجبني ان احنا ما خفناش، يعني اللي هي دايما بيبقى عندنا آفة تسجل جول فتقول لك ارجع ورا عشان احافظ عليه، احنا ما عملناش كده. هي طريقه اللعب بتاعتنا حميانه من كل حاجه. طريقه اللعب ادت لامام عاشور نفس ان هو يزيد لقدام، والتوفيق اللي جه بدري. وكلنا عارفين يعني كابتن مصطفى كابتننا لما تلعب فرقه كبيره في بطوله مهمه وتجيب هدف في اول 4 دقائق بتديك قوه وحماسه، بتدخلك الماتش خلاص، بتدخلك الماتش. فانا شايف ان احنا عندنا بس يبقى في صبر. يعني الفرقه انا متاكد ان شاء الله نفس الروح اللي موجوده ديت. التشكيل مش هيبقى فيه خلاف، يعني اعتقد 100% التشكيل اللي بدا بيه المباراه اللي فاتت هيبدا بيه المباراه اللي جايه، انما ممكن مع تغيير الوظائف ممكن يدي حريه للامام اكتر في الجزء الامامي، استغلال سرعات مرموش ومحمد صلاح طبعا هتفرق معانا جدا. اعتقد ان شاء الله باذن الله المباراه ممكن تبقى في صالحنا من غير وقت اضافي. انا مش عايز الكوره، هسيبها للسنغال صح كده؟ هلعب على الكاونتر اتاك ولا ايه السيستم اللي انا بفكر فيه في ماتش زي ده؟ والله شوف يا ابراهيم، صراحه مباراه السنغال انا في رايي الشخصي مباراه صعبه جدا. الناحيه التكتيكيه ومباراه الزيات ديت بتتوقف على تفاصيل صغيره بتعمل معاك الفرق. المباراه دي بتاعتك انت بقى، التكتيك ده كان بتلاقي النادي الاهلي ويخنق الدنيا ويخطف جول. فيعني انا يعني مشفق على حسام واللاعبين وكمان على فريق السنغال، لان انت قدمت مباراه جيده جدا تكتيكيا زي ما كنا اتفقنا. واحد عوامل فوزنا في مباراه كوت ديفوار المفاجاه في اختيار اسلوب اللعب واللاعبين. صحيح. والمباغته، ثم اللي قال عليها اسماعيل التوقيتات في الاهداف. يعني في 4 دقائق هدف، بدايه الشوط الثاني هدف، اعطاك افضليه بشكل كبير جدا. لكن هنا هنتوقف على دور قراءة الجهاز الفني والمحلل، زي ما هم احنا هنقراهم ونذاكرهم، هم هيذاكرونا. طريقة اللعب بتاعتنا دي هم زي ما حصل مفاجأة بكوت ديفوار، هم قاعدين محضرين نفسهم وهيحضروا نفسهم. خلينا نتكلم الكواليتي بتاع لعيب السنغال منتشرين في كل اوروبا. صحيح. عندهم خبرات كبيره جدا جدا، عندهم اندفاع بدني كبير، عندهم تنظيم بين الخطوط، عندهم اطراف قويه، عندهم في العمق، عندهم دفاع قوي، عندهم حارس مرمى جيد جدا. نورميندي ده من احد عوامل قوه الفريق دفاعيا. كروبالي احد العوامل الفريق دفاعيا. ماني واسماعيل ساره وجاكسون، 3 مهاجمين قويين جدا جدا جدا. جيه وكمارا. يعني انا لازم اقعد ادرس طريقه لعب السنغال بشكل كويس، وهم كمان انا عشان كده بقول لك المباراه صعبه تكتيكيا. الفرقتين انا متصور الاثنين هيغلقوا على بعض. هنجر الماتش ركلات ترجيح من نقطه الجزاء. قد يكون الماتش. مصلحتي ان انا اجر الماتش للسكه دي. والله انا طول ما انا ما بستقبلش فانا عندي افضليه في الخطف. ماشي. عندي افضليه في الخطف. ماشي. طول ما انا خلي بالك احد نجاحات برضو الاسلوب هو فرض اسلوبي على الخصم. لو انا قدرت افرض اسلوبي على فريق السنغال، على منتخب السنغال، يعني انا حددت من خطوره كوت ديفوار الاطراف زي ما قال طارق، العمق متقفل، الاطراف متقفله، عدم وصول للشناوي على طول. فالنهارده انا لو قدرت
احد خطوره خط الهجوم القوي بتاع فريق السنغال. نص ملعب عنده طرفين باكين قويين جدا جدا في النواحي الهجوميه، لو قدرت اقفل ده بشكل كويس جدا وافرض اسلوبي انا اللي اكون مسيطر، ان شاء الله الغلبه لينا. طيب ده بس عظيم. في حاجه عاوز اضيفها بقى على اتفضل. كلام طارق. احنا عمالين نقول ايه؟ محترفين اللي بره، محترفين عندهم 37 محترف. اللعيبه اللي في مصر ما كلها محترفه يا جماعه. كل اللعيبه اللي في مصر لا محترفة. يعني هو محترف في اوروبا عشان خبرات، انما اللعيب اللي عندك في مصر هنا يعني بسم الله ما شاء الله اللعيبه معظمها محترفين هنا في مصر. محترفين فلوس بس يا كابتن. لا مش انا معاك بس محترفين بنفس الجوده. لو احنا خدنا البطولات يا كابتن مصطفى بتاعتنا 2006 2008 اللعيبه 2010 المحليه. اللعيبه المحليه انت زعلان ليه؟ طب متضايق ليه؟ لا مش لا متضايق. انا مش متضايق ليه؟ لا ده انا ده اكد على كلام الكابتن مصطفى. انت بتكسب كوت ديفوار وهي عندها كوكبه كبيره جدا من اللعيبه المحترفه في اوروبا. بالظبط مفيش حد كده. يعني فانت عشان كده انا بقول اللعيبه اللي عندك في مصر هنا محترفين داخليا. هي دي يا كابتن. وانت كسبت افريقيا مع الكابتن حسن شحاته 2006 و8 و10. يمكن سيد اهو هو برضه كان عدد المحترفين تقريبا 2 أو 3 برضه بالظبط كده. كان زيدان واحمد حسن. اتفرج على الشاشه ولا ايه؟ مبروك الشاشه دي يا علي. دي شاشه دي جت امتى سامسونج. يا حبيبي؟ دي شاشه ما كنتش انت موجود بقى. فاتتك انت دي لا بقى. استنى، انت ما خدتش واحده ولا ايه؟ لا هي كام بوصه؟ ما خدتش واحده؟ لا دي 83 اسماعيل بوصة. رجع. نبعت واحده على اديك 20 بوصه وانا 63. لا انت ما خدتش واحده؟ انا معايا واحده في العربيه اديها. وابراهيم يجيب له واحده اكبر شويه. طلبات زادت عندكم اهو في سامسونج يا جماعه، عشان بس يعني انتوا عندكم طلبات من امبارح شيكا وفتح الله، والشاشه بتاعتي بتاعت الاتفاق بتاعنا. ثم دلوقتي اهو كابتن مصطفى وكابتن اسماعيل. حد يزود؟ ايوه فانا عاوز واحده اللي أكبر. هيقول سامسونج ياخد شاشه. سامسونج. كابتن مصطفى وكابتن اسماعيل اللي قاعدين معاك بس. بقول لك ايه يا هيما؟ طب سامسونج ايوه انا عاوز واحده من الماتشات. اللي هيقول سامسونج ياخد شاشه. ها قلت؟ لا بيدوا تليفونات. ده داخل على طمع. سامسونج اهو بص 10 مرات كده وينزل 10 شاشات. طيب كابتن سيد، عايز اسالك في جزئيه. يمكن انا كنت بتناقش في والله العظيم 3 الكلام ده يمكن من سنتين او اكتر كمان. كنت بقول لهم يا جماعه هو احنا ليه ما بنلعبش 3-5-2؟ احنا كمنتخب جبنا امجادنا كلها كميتنا. ايه احنا 3-5-2. فلما كنت بقول لهم الكلام ده مش 3-5-2، احنا بنلعب 3-5-2 بس بمعنى صح الليبرو المقلوب يعني. زمان كان ليبرو صريح، فدلوقتي اتقلبت. فلما كنت بقول لحد كده يقول لي يا عم انت بتجيب لنا حاجه عاف عليها الزمن تطبقها دلوقتي. ما هو كابتن حسام حسن عملها وعملها في كل الماتشات مع الفرق القويه ومع الفرق اللي اقل قوه، ودينا ماشيين زي الفل زي السكينه. ومعظم الفرق بتلعب بيها هي ليه عفى عليها صح الزمن؟ انا بقى عايز افهم حاجه، يعني لولا حسام حسن مفيش حاجة. اعاد احيائها مره ثانيه. ما هو بصراحه لازم ندي للراجل حقه يعني. لا احنا ما كانش هيبقى عندنا القدره دي على انه يبقى كل حاجه قريبه من بعضها، وعلى ما يبدو ان احنا كلاعيبه مصريه الطريقه دي اكتر طريقه بتامن. لا واضيف لكلامك انه بيتهموا اي فريق يتبع الاسلوب ده ان هو بيتبع اسلوب دفاعي. خلاص ده نازل عشان يدافع. ادينا احنا شفنا، معلش يعني انا ماتش كوت ديفوار ده انا ما شفتوش من زمان قوي، ما شفتش الشكل ده وجنوب الا ايام. افريقيا وماتش جنوب افريقيا برضه نفس ده في التايم الاولاني. بس جنوب افريقيا كنت ناقص لعيبه فكنت مضطر. لا بلعب كوت ديفوار ند بند. الكوره اول لما بقطعها بروح عليك على الجون وبهددك ومش وبدافع الكرة بشكل معاك كويس. وبدافع وشكل حلو وبنقي الكوره حلو. اتفضل يا كابتن سيد. انا قبل ما انسى حاجه، لان في نقطه مهمه يا ابراهيم بنتكلم فيها، المعسكر ونظام المعسكر. وصلاح ادى يعني ميزه كبيره جدا ان هو قال ان معسكر ناجح بنسبه 100%. احنا ناسيين كلنا اهم واحد في السبب ده مع الكابتن حسام طبعا هو الكابتن ابراهيم حسن، لان هو مدير الكوره. مدير الكوره هو المسؤول عن تنظيم المعسكر، على كل الحاجات اللي بتحصل في المعسكر، على كل الحاجات الاداريه. فانا بشوف ان دي بامانه برضو لازم ياخد حقه. يعني هو واحد من الناس. طبعا الناس كلها بتتكلم في الكابتن حسام، بس في نقطه لازم تحطها. لان يعني المؤتمر اللي فات او اللي قبله حد سال الكابتن حسام قال له هو دور الكابتن ابراهيم ايه؟ انا اظن ان رد محمد صلاح ده كفايه يبين دور الكابتن ابراهيم حسن، لان انت نقطه مهمه جدا، نقطه اداريه بحته. المعسكر ده كله مدير فني بيبقى ليه ادوار، بس النقطه الاهم تنظيميا بيبقى المدير الكره اللي موجود معاه. لما بنتكلم على حسام احنا بنتكلم على الجهاز كله. صح. لا بس انا في نقطه كابتن، يعني في ناس لازم تاخد حقوقها. عاوز يبرز اهميه المعسكر. ايوه اللي بيتكلم عليه يعني زي ما الكابتن اسماعيل اتكلم مثلا الهدوء على اللي محلل الاداء، ان هو محمود سليم اضاف للكابتن حسام واداله فكره عن الفرقه وخلاه يعد الفرقه بشكل كويس. فدي نقطه ايجابيه. رجعني بقى لاسباب نجاح 3-5-2. انا بشوف ان هي ما يهمش الطريقه اللي بتلعب بيها، يهم هي مناسبه بالنسبه لك ولا لا، مناسبه للافراد بتاعتك ولا لا. فهي دي انسب طريقه بالنسبه لنا احنا.
يعني انسب طريقه بتحافظ على شكلك الدفاعي. انت عندك مشكله في مصر بقالنا سنين طويله جدا، السردباكين اللي عندك في مساحه بينهم وبين الباكين، وفي دايما فدايما انفرادات، وتلاقي فرص على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك وعلى كل الفرق في بطوله افريقيا او في الدوري. فانت اما بتلعب 3-5-2 او 5-3-2 دي بالنسبه لك خلاص بتريحك. انت كام فرصه راحت، كام لعيب مثلا راح من كوت ديفوار 1 على 1، كام لعيب راح في مساحه فاضيه ولا الهوا، صح. فرص اللي عليك قليله. ما يهمش، انسى بقى ان حد يقول لك طريقه عفى عليها الزمن، طريقه الكلام ده اللي ينجحك ايه؟ الفعالية. اللي ينجحك ايه؟ الفعالية. دفاعيا انت شكلك كويس جدا، وهجوميا كمان لما بتجي لك الكره عندك زياده عدديه. على فكره الطريقه دي اصلا طريقه هجوميه مش دفاعيه. انت لو راجل عندك باكين بيهاجموا، انت باكين بيهاجموا والاثنين اللي موجودين الفراوده موجودين صلاح ومرموش مثلا، لو معاهم فتوح ولو معاهم حولت واحد امام من الستة ولو لثمانية. واحد من نص الملعب المان كمان. سيتي لما خد البطوله مع فعندك جوارديولا كان بيلعب كان بيلعب بطوله اقوى بطوله في الدوري، في الدوري الانجليزي كان بيلعب ايه جوارديولا؟ المان سيتي ب 3-5-2 ويمكن مع تطور. باختلاف شويه كابتن ان هو مخلي الباكين بالظبط. طايرين، هو اسلوبه، طايرين قدام. هو اسلوبه. بس انا بتكلم ايه، هي طريقه مناسبه بالنسبه لك، والافراد اللي موجودين حاليا هي دي الطريقه الانسب بالنسبه لهم. فانا بشوف ان الكابتن حسام عودته للطريقه دي مميزه جدا. انما انا هكلمك على نقطه ماتش السنغال، يعني لازم في فرق بين كوت ديفوار والسنغال، خلي بالك. يعني كوت ديفوار عايزين الكوره ويجروا في مساحات، السنغال هم فرقه اصلا الاربع ماتشات او الخمس ماتشات اللي لعبوهم في البطوله هم فرقه هاديه يعني بيلعب على قد الخصم يعني هو ما تعبش في ولا مباراه، يعني مفيش ولا مباراه السنغال حس ان هو لا، حتى ما دخل فيه جون من السودان بيلعب هادي جدا، بياخد وقته في الكوره وبيروح بفرص، وعنده المساحه وعنده الهدوء وعنده اللعيبه خبره كتير في الملعب. صحيح. فانت لعيبه السنغال برضو يعني يا ريت ما نعملش زي كوت ديفوار. كوت ديفوار احنا سيبنا الكوره واما بنقطع بنعمل حاجه. السنغال لو الكوره معاهم 70% او النسبه العاليه اللي كانت مع كوت ديفوار، لا هتبقى الموضوع صعب شويه، لان هم لعيبه عندهم امكانيات وعندهم حلول اكتر. فانا بشوف ان انت لازم في بعض الشيء ان انت ما تسيبش الاستحواذ بشكل كامل. طيب لازم نعملها ازاي دي بقى؟ ما تقدرش. هاخد منك اروح لكابتن طارق، نعملها ازاي دي؟ ولا انت اصلا مش متفق مع الفكره ديت؟ لا متفق في جزء منها، خاصة ان هم عندهم كاناجاي اللعيب بتاع نص الملعب نفس الشغل بتاع سنجاري بتاع كوت ديفوار بالظبط. وده لعيب بقى كورته اعلى كمان ورئه كويسه جدا. فلازم برضو الكابتن حسام يحط له حد يوظفه في نص الملعب على اساس يقفل الحته دي. اقول لك على حاجه بقى بمناسبه 3-5-2 كمان يا ابراهيم، لان دي نقطه مهمه جدا. انت عارف ان انت ممكن بالباكين بتوعك دول يبقوا هدافين ازاي؟ في كام كوره جت لفتوح ازاي؟ ده ردك وحش يا ابراهيم، فيها ابراهيم. لا ازاي مع دول؟ سيبه يكمل يا ابراهيم. ايوه ازاي مع دول؟ اتفرد بجول مرتين وفتوح وفتوح ماشي. هو ليه سؤال غريب؟ ما هو لا مش غريب، مش غريب، هو بيتكلم صح، بيتكلم صح يا ابراهيم. هي الفكره ان في كام كوره وصلت لهاني وكام كوره وصلت لفتوح في ماتش كوت ديفوار في ال 18 جوه كان يقدر يخلصهم. هتلاقي اكتر من كوره، هتلاقي اكتر من كوره. طيب ماتش كوت ديفوار كان في حذر شويه، ما طلعناش كتير. لا يا كابتن كان في حذر شويه ما طلعناش كتير. في تسديده لهاني راح هاني في واحده خدها كان المفروض وفتوح راح مرتين. انت بتلعب في كوره يا اسماعيل. ما هو في الطريقه دي ممكن نهاجم كتير، هو قصد الطريقه كده. ايوه ما هو عشان كده هو بيفتح ما يقدرش يهاجم مع السرعات يا كابتن اللي موجوده. كابتن انت بتغطي بالك هو لما بيطلع بالباك وسرد باكين يا كابتن اسماعيل. يا كابتن طارق هو لما بيطلع بباك، يعني لو طلع بهاني بيرحل ففتوح بينزل كده. برافو عليك. هو ما بيطلعش الاثنين مع بعض. انا بتكلم على الاصل بقى. في كوره لو حد فاكرها في الشوط الاولاني او هو في الثلاثه دول الشوط الاولاني جت لهاني المفروض استلم الشوط الثاني استلم لبره. لو استلم لو دخل لجوه راح بيها جول. فتوح نفس الكلام، جات له كوره عكسيه استلم بس فتوح ما كانش عنده الجرأه ان هو يجرب على الجون. لو عنده الجرأه يجرب على الجون، الاثنين في كورتين ممكن جونين يخلصوا لك. دي نقطه. النقطه الثانيه المهمه يا ابراهيم، كان الكابتن اسماعيل موجود مع ماركو تارديلي في طريقه 4. طريقه 4 محتاجه تحفيظ. الراجل كان بيوقفنا اكتر من ساعه عشان يحفظنا بس الوقفه بتاع الباكين والسردباكات، عشان الحته اللي بيتكلم عليها سيد اللي هي
ما بين المساحه اللي ما بين السردباك والباك، وفي نفس الحكايه البطء بتاع اللعيبه اللي موجوده عندك في الحته دي. ليه افريقيا بيلعبوا الاربعه وسهله عندهم سرعات، عندهم قوه، عندهم مميزات مش موجوده فينا احنا كتكوين جسماني. صحيح. فدي بتفرق بشكل كبير جدا بينك وما بين الفرق الافريقيه. عشان كده انسب طريقه وتشتغل عليها وممكن توصل بيها بشكل حتى هجوميا. خد بالك يا ابراهيم، اقول لك على رقم، انا جايب 29 جون في تاريخي. ده رقم في الباك ليفت ما عدانيش حد فيه. انا اعرف باك ليفت جامد جدا جدا وبطولات تاريخه كله جول وجاب جول. بس هو جاب 29 وجاب من وراه 100 جون وراه، ولا هو كان بيهاجم وسايب وراه يعني النتيجه ان في ظهره في 100 هجمه وراه. ولا الكلام ده موجود. لا احنا مالناش دعوه، احنا لينا بان انت جبت 29 جول. عندنا احصائيه الاجوان اللي جت في اعلى واحد في تاريخ كابتن احمد رمزي اللي هو اصلا مثل الاعلى ممكن يكون ما جابش الرقم ده، جاب 24 جول. ده اللي في التاريخ. هو يا ابراهيم برضه السؤال استاذنكم نروح لفاصل. اروح لفاصل، لازم اطلع لفاصل. أوكي. استاذ حقكم نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، وده كلام عظيم ودي حاجه حلوه جدا جدا، وعندي اخبار مهمه جدا عايز اقولها لكم لما نرجع. يلا بينا.